بس عبد الرحمن شك فيه بسبب هدوءه اللي مش طبيعي وعدم اهتمامه وارتباكه ونظراته أثناء بحثهم في المخيم، مع تصميمه إنهم يمشوا من المكان ويدوروا في مكان تاني، كأنه كان بيحاول يبعدهم عن أي دليل ممكن يوصلوا له. كلام عبد الرحمن خلى الشرطة تعمل تتبع لتليفون حسن، واكتشفوا إن حسن فعلا مشي من المخيم الساعة 12 بالليل، بس مروحش ورجع للمخيم تاني، وفضل يخرج ويرجع للمخيم لحد الساعة 3 الفجر. وقتها الشرطة اتأكدت إن حسن أكيد ورا سر. تاني يوم الساعة 10 صباحا الشرطة بتستدعي حسن لاستجوابه، إلا إنه بيوصل القسم الساعة 5 المغرب، ولما تمت مواجهته بمعلومة خروجه ورجوعه للمزرعة أكتر من مرة ولحد الساعة 3 الفجر بدأ يرتبك. ولما اتسأل عن سبب تأخيره قال إنه كان بيغسل عربيته. اللي يخلي شخص تم استدعائه من الشرطة يروح يغسل عربيته؟ والأكيد إنه بيخفي حاجة خايف تتكشف. الشرطة بتتوجه للمغسلة اللي غسل فيها العربية وبيستجوبوا العمال، وقالوا إن العربية كانت متبهدلة بشكل مبالغ فيه ما بين مشروبات مدلوقة وسجاير زي ما يكون حد قاصد يبهدلها، وكان واضح ان الحاجات دي حديثه ومفتعله، ودي ادله مبدئيه كفيله انها تحبس حسن لحد ما يعترف. واللي خلى موقف حسن اصعب وجود عينتين حمض نووي لمبارك في عربيه حسن، الاولى كانت بقعه حمراء والثانيه خصله شعر. ورغم الادله دي كلها الا ان حسن مصمم على الانكار وانه ما يعرفش طريق مبارك، ولان مفيش جريمه كامله وحسن مجرم غبي تم عرض تليفونه على المختصين اللي اكتشفوا ان حسن قبل الحادثه بشهر كان عامل بحث عن كميه حاجات مرعبه، سلاسل وكلبشات حديد ومشمع وكونتينر وانواع منوم ومخدر قوي. والاغرب في البحث هو طريقه صنع زنزانه، ده غير مكالمات ورسائل بين حسن ووافد مصر في الكويت. والوافد ده رجع مصر بعد الواقعه بيومين، وتم تشكيل فرقه بحث سريه باوامر من وزير الداخليه الكويتي. وسؤالين حسن رفض الاجابه عليهم: مين هو الوافد المصري وليه سافر فجاه؟ اختفاء مبارك كان قضية رأي عام، والكل متعاطف مع أهله اللي عاوزين يطمنوا عليه، وتم تكوين فرقة بحث شعبية مدعمة بفرق بحث من الشرطة، كانت مكونة من 90 دورية أمنية متنوعة، 200 شرطي و120 فرقة أمنية وطيارة هليكوبتر، ده غير أهل مبارك وأصدقائه والمتطوعين اللي توجهوا لمنطقة صحراوية اسمها الكسرات. والغريب إن المنطقة دي كانت شاهدة على عدد من الجرائم السابقة اللي ما تمش كشفها، ومع كل أثر يلاقوه ويحسوا إنهم قربوا يلاقوا مبارك كانوا بيرجعوا لنقطة الصفر، وتم مسح المنطقة بالكامل بدون أي جدوى. لقينا فيها اسلحه، لقينا فيها ثروات، فيها لقينا فيها شغلات ما اقدر اقولها. تو الشباب الحين في الجروب، انا طبعا الجروبات اللي عندي كلها فتحت الشات فيها بحيث انه اذا احد تعطل احد لقى شيء يدز يكون الناس حوله، فارسلوا في صوره ثوب تشلاشي عليها. فهذه يوم مريت مبارك قال لا اخوي كان لابس بيجامه، فهذه اثر جريمه قديمه. قبل اسبوع طلعوا الشباب عبد الرحمن ومعاه جروب كان يقول لقينا اثر حق جريمه قبل يمكن 4 5 شهور صارت. المنطقه هذه الى الان فوق ال6 7 اثار جرائم لاقين فيها. سبحان. وهذا يوم من يومنا طلع ومكتوب له: إذا حي الله يجيب، وإذا ميت إكرام الميت دفنه.